تيجوا نحكي حكاية راجل غريب. حكايته مش زي أي حكاية فنان عادية. راجل كلنا كنا بنشوفه على الشاشة شرير ومرعب وملوش قلب ولا يرحم، لدرجة إن الناس كانت بتخاف منه بجد في الحقيقة. بس حياته ورا الكاميرا كانت حاجة تانية خالص، وعكس اللي بنشوفه 100%. تخيلوا راجل من قلب حواري القاهرة يوصل لحد لندن ويتجوز أختين إنجليز والاتنين يعتنقوا الإسلام بسببه. تخيلوا راجل يكون في عز مجده وشهرته وفلوسه، وفجأة يسيب كل ده ويمشي بالمصحف في الشوارع ويقعد مع الشباب والناس البسيطة على القهوة يكلمهم عن ربنا وعن التوبة. وسعوا كده وركزوا معايا عشان هنبدأ النهاردة السلسلة الطويلة لأسرار وانفرادات عملاق السينما عباس فارس، الشرير اللي اختار التوبة. حكايتنا بتبدأ من زمان قوي، وتحديدا يوم 23 إبريل سنة 1902. في اليوم ده اتولد طفل في حي المغربلين بمنطقة الدرب الأحمر، سموه عباس فارس. يا سلام على الدرب الأحمر وبساطة زمان. اللي منكم يعرف الحتت دي يعلم إنها من أقدم وأشهر مناطق القاهرة. حي شعبي أصيل، الشارع فيه مش واسع والبيوت لازقة في بعضها، والناس هناك عايشين على الجدعنة والشهامة، مفيش حد غريب عن التاني، والكل بياكل في طبق واحد وعارفين بعض عز المعرفة. وسط الحواري دي كبر عباس فارس وتعلم أصول أولاد البلد. عيلته كانت بسيطة جدا وعلى قد حالها، وما كان في بالهم أبدا إن ابنهم ده في يوم من الأيام اسمه هيبقى على كل لسان وهيبقى من عمالقة الفن في مصر. عباس فارس وهو لسه عيل صغير عنده حوالي 10 سنين ولا حاجة، وقع في غرام حاجة اسمها التمثيل. كان يهرب من البيت والمدرسة عشان يروح يتفرج على الناس اللي بتمثل في الشارع زمان وتعمل عروض بسيطة. لما كبر شوية وبقى شاب راح لفرقة من بتوع زمان دول وقال للمخرج أنا عاوز أمثل معاكم وأبقى فنان. المخرج خلاه يقف ويقول جملتين، وأول ما عباس فارس بدأ يتكلم المخرج صرخ في وشه بجملة تجرح وتكسر أي حد: صوتك ده ملوش مكان هنا ومحدش هيتحمله، انت بصوتك ده تروح تبيع فجل في السوق، اتفضل مع السلامة ولا ترجع هنا تاني. الكلمة دي وجعت عباس فارس في كبريائه، بس بدل ما يروح يقعد في بيته ويعيط جعل الكلمة دي تحدي وعمل المستحيل، وقرر يثبت للدنيا كلها ان صوته اللي قالوا عليه مش نافع، هيبقى هو الماركة المسجلة واهم سبب في شهرته. ومن كتر التحدي اللي جواه عباس فارس ما راحش لفرقة تانية صغيرة، ده راح قدم في فرقة جورج أبيض شخصيا. وجورج أبيض ده يا جماعة كان وقتها هو هرم المسرح في مصر، الراجل اللي بيعلم العمالقة، وفرقته دي كانت أكبر فرقة مسرحية وما كان ينضم ليها غير الشاطرين قوي. تخيلوا بقى عيل صغير عمره أقل من 15 سنة يروح يقف بثقة وقوة قدام جورج أبيض ويقوله أنا عاوز أمثل. جورج أبيض لما سمع صوته القوي الخشن مش طرده بقى زي المخرج التاني، لا ده انبهر بيه وعرف إن الصوت ده فيه نبرة قوة وهيبة تليق بالأدوار الكبيرة، وفعلا وافق يشغله معاه. وعباس فارس وهو لسه صبي صغير بقى يقف على المسرح قدام كبار الفنانين، وبقى يعمل مسرحيات عالمية تقيلة زي مسرحية مكبث ومسرحية عطيل. الشاب اللي قالوا عليه مش نافع بقى بيقول روايات عالمية والمسرح كله بيتهز من قوة نبرته. وبعد ما عباس فارس أثبت نفسه مع جورج أبيض اسمه بدأ يتنطق في السوق والتفتت ليه الأنظار. في الوقت ده الفنان الكبير نجيب الريحاني كان بيجهز لحاجة جديدة خالص على الفن المصري، كان بيجهز لأوبريت مسرحي غنائي اسمه العشرة الطيبة. الريحاني كان عاوز ممثلين ليهم هيبة وصوت قوي، فأول ما شاف عباس فارس اختاره فورا عشان يشتغل معاه في الأوبريت ده. وهنا بقى عباس فارس قابل فنان الشعب سيد درويش اللي كان بيلحن الأوبريت، وبقى يتعلم من الريحاني الكوميديا والدراما، ويتعلم من سيد درويش أصول اللحن والوعي بالكلمة وإزاي يوصل إحساسه للجمهور لآخر واحد قاعد في الصالة. الراجل كان زي الإسفنجة بيشرب الفن بسرعة خيالية، وبقى من أهم نجوم المسرح وهو لسه مكمل 20 من عمره. السينما المصرية شهدت حدث هز الدنيا، وهو عرض فيلم العزيمة للمخرج الكبير كمال سليم، والفيلم ده تصنف بعد كده كواحد من أهم الأفلام في تاريخ السينما. الانفراد هنا إن عباس فارس قدم في الفيلم ده دور الأسطى حنفي الجزار. عباس فارس في الدور ده ما كانش بيمثل وخلاص، ده جاب حركات وطبع جزارين حي الدرب الأحمر والمغربلين اللي كبر وسطهم وحطها في الشخصية بالملي. الناس اللي كانت قاعدة بتتفرج في الصالات وقتها ذهلوا من كتر ما الدور حقيقي، لدرجة ان المخرجين بعد الفيلم ده عرفوا ان عباس فارس هو الوحيد اللي يقدر يعمل دور الشرير اللي له هيبة، الراجل اللي جسمه قوي وصوته ناشف ويرعب اي حد يقف قدامه. من الانفرادات الحقيقية في حياة عباس فارس هي كواليس فيلم أبو حلموس سنة 1940 مع الفنان الكبير نجيب الريحاني. عباس فارس قدم دور ناظر الوقف الحرامي والمستغل اللي بيحاول يسرق أموال الغلابة.
الواقعة الحقيقية هنا إن عباس فارس من كتر اندماجه وقوة صوته وهو بيزعق في الكاميرا، نجيب الريحاني نفسه في الكواليس كان بيضحك ويقوله: يا عباس أنت بتتكلم بجد، والنعمة أنا خفت منك وأنا واقف قدامك. الجمهور لما شاف الفيلم في السينمات كان بيخرج متأثر جدا، ووصلت الدرجة إن الناس في العروض الأولى كانت بتشاور على الشاشة وتلوم شخصية ناظر الوقف وتغضب منها من كتر ما صدقوا إن عباس فارس هو الشخصية الحقيقية ومن كتر شطارته في الأداء. سنة 1954 المخرج العالمي يوسف شاهين اختار عباس فارس عشان يقدم واحد من أعظم أدوار الشر في تاريخه، وهو دور الباشا الإقطاعي في فيلم صراع في الوادي قدام الفنانة فاتن حمامة والفنان عمر الشريف في بداياته. هنا بقى القوة والحقيقة. عباس فارس قدم شخصية الإقطاعي اللي مستعد يأذي أراضي الفلاحين ويموت الناس عشان يفضل مسيطر. نظرة عين عباس فارس في المشهد الشهير وهو قاعد ورا مكتبه وبيؤمر رجالته بضرب الفلاحين بقت علامة في تاريخ السينما. الدور ده أثبت إن عباس فارس هو ملك أدوار الشر من غير منافس، والكل بصمله بالعشرة إنه صاحب هيبة فريدة بيجمع فيها بين الصوت القوي الناشف وحركة جسمه الصارمة اللي بتبين الجبروت. عباس فارس بقى في قمة المجد، وأفلامه بتتعرض في كل مكان، وصوته بقى هو الماركة المسجلة للهيبة والجبروت على الشاشة. بس يا ترى إزاي الراجل اللي وصل للقمة دي بدأت حياته وتفكيره يتغير ورا الكواليس؟ وإيه الحكاية الحقيقية لزواجه من السيدة الإنجليزية اللي غيرت مجرى حياته تماماً وخلته يفكر في الاعتزال والتوبة؟ من الأسرار والانفرادات اللي محدش يعرفها كتير فيلمه الشهير السيد البدوي سنة 1953. عباس فارس عمل فيه دور طاغية وجبار اسمه حسن المغاوري. الانفراد الحقيقي هنا إن عباس فارس في كواليس الفيلم ده كان بيصمم يلبس لبس الحرب والحديد الحقيقي التقيل اللي وزنه كيلوات كتير عشان يعيش جو الجبروت بجد، لدرجة إن المخرج بهاء الدين شرف كان بيفزع من نظرة عينه الحادة في الكواليس وهو لابس اللبس ده، ويقول للمساعدين: عباس فارس وهو لابس اللبس ده بيمشي يهد الاستوديو. ومن كتر اندماجه الممثلين اللي كانوا بيقفوا قدامه في مشاهد المعارك كانوا بيخافوا بجد من ضربته لأن إيده كانت قوية وناشفة جدا. نوصل بقى للانفراد الأكبر في حياة عباس فارس ورا الكواليس، وهو سر جوازه اللي شقلب حياته كلها. عباس فارس في شبابه سافر مع فرقة مسرحية لبريطانيا، وهناك قابل سيدة إنجليزية ودخلت قلبه على طول، ولما طلب يتجوزها اشترط عليها تعتنق الإسلام، وفعلا وافقت عن قناعة وأسلمت وبقى اسمها أمينة، وعاشت معاه في مصر وبقت أجدع من ستات البلد وعلمته النظام والدقة في حياته. والأيام هنا بتخبي سر غريب، السيدة دي توفيت بعد فترة وعباس فارس اتوجع عليها وجع كبير قوي، ومن كتر وفائه ليها ولبيتها سافر تاني واتجوز أختها الإنجليزية، وأختها كمان أعلنت إسلامها على إيده وعاشت معاه وربت أولاده، وكانوا عايشين في هدوء تام بعيد عن صخب الفن. في أواخر الخمسينات وبداية الستينات عباس فارس جواه رغبة قوية بدأت تكبر إنه يسيب عالم الشهرة والأضواء. الراجل اللي كان بيملأ الدنيا زعيق وجبروت على الشاشة بقى يقضي أغلب وقته في البيت بيقرأ قرآن وكتب دين. الانفراد الحقيقي هنا إن عباس فارس في سنواته الأخيرة اعتزل الأدوار التقليدية تماماً، وما بقاش يقبل غير المسلسلات الإذاعية والدينية والمسرحيات الشعرية باللغة العربية الفصحى عشان يستغل نبرة صوته القوية الخشنة في تقديم المواعظ والقصص الإسلامية. حتى في الشارع الناس بدأت تشوفه بوش تاني خالص غير وش الشرير، بقى يمشي في شوارع القاهرة ولابس جلابية بيضة وبيمسك في إيده المصحف الشريف ويقعد مع الشباب على القهوة ينصحهم بترك المعاصي والتوبة لربنا، والناس كانت بتلتف حواليه وتسمع منه بخشوع عشان كلامه من القلب ويدخل العقل. سنة 1945 عباس فارس عمل دور القائد الجبار في فيلم سلامة قدام كوكب الشرق أم كلثوم. الانفراد هنا إن أم كلثوم كانت بتتدخل في كل تفصيلة في الفيلم، وطلبت من المخرج يغير طريقة كلام عباس فارس في مشهد مواجهة بينهم عشان صوته وطريقته العنيفة كانت بتغطي على هيبتها في الكادر. عباس فارس رفض تماما وقال للمخرج بالنص: أنا بمثل شخصية جبارة، لو وطيت صوتي الشخصية هتموت، وأم كلثوم على عيني ورأسي في الغناء، بس في التمثيل أنا عباس فارس. والمخرج توفيق صالح انصاع لكلام عباس فارس وصور المشهد بطريقته الناشفة القوية، وأم كلثوم زعلت منه في الكواليس وفضلوا فترة ما يتكلموش. اللقاء السري مع الشيخ الشعراوي في بداية السبعينات، وبعد ما عباس فارس اعتزل وبقى يقضي وقته في الجلابية البيضة والمصحف، حصل لقاء سري ومحدش يعرفه كتير بينه وبين الشيخ محمد متولي الشعراوي في مسجد الحسين. عباس فارس قعد مع الشيخ الشعراوي وبكى وقال له: أنا خايف ربنا يحاسبني على سنين الشر والظلم اللي عيشت الناس فيها على الشاشة.
الشيخ الشعراوي طيب خاطره بكلمتين يوزنوا دهب وقال له: يا عباس، انت بكلامك كنت بتبغض الناس في الظلم والشر، وده في حد ذاته خدمة للدين والأخلاق، والناس كانت بتدعي على الشخصية مش عليك انت. كمل في طريقك وتوبتك نصوح. الكلمة دي شالت جبل من على قلب عباس فارس، وعاش بعدها في راحة نفسية تامة لحد ما توفى. الانفراد الحقيقي هنا في مشواره الإذاعي إن عباس فارس بعد ما اعتزل السينما سخر صوته بالكامل للدراما الدينية والمسرح الشعري، وبقى هو النجم الأول لإذاعة البرنامج الثقافي وصوت العرب، ومن أهم الأعمال الإذاعية اللي ساب فيها بصمة تاريخية ومحدش يعرفها كتير مسلسل قصة الحجاز، وده من الروائع الإذاعية الدينية اللي قدم فيها دور بطولي بصوته الجهوري القوي، وكان بيحكي تاريخ مكة والمدينة بأسلوب يشد القلوب. مسلسل عظمة الإسلام، وشارك فيه مع عمالقة الإذاعة، وكان بيقدم قصص الصحابة والتابعين والمواقف اللي مليانة مواعظ وتجارب ياما. المسرحيات الشعرية العالمية زي روائع شكسبير المترجمة للعربية الفصحى، وكان بيعمل فيها أدوار الملوك والقادة بسبب نبرة صوته اللي ليها هيبة ترعب وتهز المايك. والانفراد الحقيقي ورا الكواليس إنه كان بيرفض ياخد أجر كبير على المسلسلات الدينية دي بالذات، وكان بيعتبرها صدقة جارية وتكفير عن أدوار الشر والظلم اللي عملها زمان في السينما. وكان يقول للمخرجين في الإذاعة: أنا جاي أخدم لغة القرآن وأوصل الموعظة للناس، والفلوس دي آخر حاجة تهمني. الناس فاكرة إن عباس فارس ما سافرش بره مصر غير في فيلم صراع في الوادي اللي راح مهرجان كان، بس الانفراد الحقيقي إن عباس فارس كان أول ممثل مصري يترشح للمشاركة في فيلم عالمي صامت سنة 1922 اسمه أبو الهول من إنتاج بريطاني، وكل مشاهد الفيلم دي اتصورت هنا في مصر. الانفراد الحقيقي ورا الكواليس إن المخرج الإنجليزي لما جه مصر وشاف عباس فارس على المسرح اتبهر جدا من حركة جسمه ونظرة عينه اللي مليانة هيبة، واختاره على طول عشان يعمل دور كاهن مصري قديم. ورغم إن الفيلم ده مخدش حظه في العرض ومحدش بيتكلم عنه خالص، إلا إن عباس فارس كان فخور جدا بالتجربة دي، وكان دايما يقول إن لغة الجسد والنظرة الحادة هي اللي بتوصل للجمهور قبل الصوت والكلام. لما المخرج العالمي مصطفى العقاد بدأ يجهز لفيلم الرسالة في السبعينات، كان بيدور على ممثلين أصحاب أصوات جهورية وليها هيبة ترج الشاشة عشان يعملوا الأدوار القيادية وتناسب اللغة العربية الفصحى. وبناء على تاريخه الإذاعي الكبير تم ترشيح اسم عباس فارس للمشاركة بصوته في الفيلم. الانفراد الحقيقي ورا الكواليس إن عباس فارس وقتها كان تعب جدا وقعد في بيته في العباسية، ولما اللجنة راحت تقابله وتسمع نبرة صوته لقوا إن التعب أثر على حباله الصوتية ومبقاش يقدر يخرج الصوت القوي الناشف اللي هز السينما زمان، فتم استبعاده في صمت ومن غير ما حد يعلن عن ده تقديرا لتاريخه وهيبته. الحكاية بدأت لما عباس فارس وهو لسه شاب صغير سافر لندن، وهناك وقع في حب فتاة إنجليزية بكل جوارحه، واتجوزها فعلا ورجعوا مصر سوا وعاشوا حياة كلها مودة وأنجبوا أطفالهم. المفاجأة إن الست دي رغم إنها كانت غريبة عن البلد إلا إنها كانت شايلة البيت بكل تفاصيله وعارفة أصول العيلة وطباع جوزها، وكانت هي العمود الفقري لحياته، لدرجة إن عباس فارس ما كانش بيعرف ياخد أي قرار من غير ما يرجع لها. لما الست دي توفت البيت وقع على دماغه، والأطفال كانوا لسه محتاجين رعاية، ومحدش كان فاهم طباعهم ولا عارف يحل محلها في رعاية الأولاد غير حد من دمها، حد عاش معاهم وعارف سر البيت. وهنا كان القرار، مش بس عشان الوفاء لكن عشان يضمن إن أولاده يتربوا وسط نفس الجو اللي والدتهم كانت موفرة لهم، وعشان يفضل جزء من ريحتها موجود في حياته وفي حياة ولاده. الأخت وافقت لأنها كانت شايفة في عباس فارس الإنسان اللي أختها حبته، وكانت عاوزة هي كمان تحمي البيت ده من التفكك بعد رحيل أختها. يعني الحكاية في جوهرها كانت رغبة من عباس فارس في الحفاظ على كيان العيلة أكتر من كونها مجرد جوازة عادية، وده اللي خلى الناس لما عرفت التفاصيل بدل ما تلومه بدأت تحترم وجهة نظره. الخبطة الكبيرة اللي كسرت قلب عباس فارس وكسرت ظهره ما كانتش في السينما ولا في الأفلام، دي كانت في بيته ومن جوه حتة من قلبه. وعمرنا ما هننسى إن عباس فارس اللي كان بيظهر قدام الناس طول عمره زي الجبل وقع من طوله لما ابنه الكبير جمال عمل موقف خلاه مش عارف يرفع عينه قدام الناس كلها. والحكاية بدأت لما كانت علاقة جمال فارس ورشدي أباظة سمنة على عسل، وجمال كان الأخ والصاحب اللي ملوش غير رشدي أباظة اللي كان فاتح له بيته وقلبه على الآخر، لدرجة إن جمال كان بياكل ويشرب معاه ومع مراته بربارة كأنه واحد من العيلة. بس الدنيا اتشقلبت لما جمال خان الأمانة ووقع في حب بربارة وهي كمان مالت له، ورشدي أباظة بنباهته الكبيرة حس إن في حاجة مش مظبوطة بتحصل من وراه. وهنا رشدي أباظة عمل اللي ما يعملهوش غير ابن بلد أصيل، لا لم الناس عليهم ولا عمل خناقة وصوت عالي، ده طلب جمال وقعد معاه قعدة رجالة وقالوا بمنتهى الهدوء:
يا جمال أنا عرفت اللي بينك وبين مراتي، وعشان أنا بحبها ومش عاوزها تعيش معايا وهي عينها عليك، وعشان كنت في يوم صاحبك أنا هسيبها خالص عشان أنت تاخدها وتتجوزها. بس تنسوا إن ليك واحد صاحبك اسمه رشدي أباظة. وفعلا رشدي أباظة نفذ كلمته وطلقها. والكسرة الحقيقية لجمال فارس ما كانتش في الطلاق، الكسرة كانت في جدعنة رشدي أباظة اللي كسفت جمال قوي وخلته مش عارف يودي وشه فين، فملقاش حل غير إنه ياخد بربارة ويهجوا من مصر كلها، وسافروا لندن عشان يهربوا من كلام الناس ونظراتهم. وعباس فارس لما عرف باللي ابنه عمله مع صاحبه الدنيا اسودت في عينه، وحس ان ابنه ضيع هيبته وكسر عينه قدام صاحبه وعشرة عمره. ومن اللحظة دي عباس فارس اتغير حاله تماما، وهجر الأضواء وقعد في بيته اللي في العباسية وخلاه مكان للذكر والعبادة بس. ولما الدولة حبت تكرمه في أواخر أيامه رفض بمنتهى الأدب وقال أنا مستني تكريم واحد بس من رب كريم، وفضل عايش في زهد تام لحد ما توفى سنة 1978. وعلى رأي عباس فارس الدنيا لسه فيها حكايات كتير تستاهل نتقابل فيها. لو عجبتكم حكاية النهاردة هستناكم دايما في قناة هحكي وما تستغربش عشان نفضل ندردش ونشوف اللي مستخبي بين السطور. ما تنسوش بقى اللايك الجميل وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ومستنية أشوف رأيكم في التعليقات. سلام.